تطبيق بسيط يخلي مهارة التحدث الجماهيري عندك ممتازة. التطبيق ده عبارة عن إنك تسجل لنفسك كل يوم 3 دقايق. ال3 دقايق دول أنت هتسجلهم فيديو. في أول يوم ابدأ قيم نفسك like auditory review، يعني بص له من ناحية الصوت بس. اقلب الفيديو كده، اقلب الموبايل واسمع الصوت. شوف صوتك عامل ازاي، هل في تلعثم، هل في filler words، هل في كلمات انت بتحشي بيها كتير زي عظيم او طيب او حلو او خلينا يلا نقول. خلي بالك من الكلمات اللي هي انت بتحشي بيها، لان احنا بنسميها حشائش الكلام، او بيكون عندك تك معينه. في الاوديتوري كمان هتلاحظ اذا كان عندك تلعثم. هتلاحظ كمان صوتك، هل هو monotonous voice على وتيره واحده، هل هو متلون يعني بينزل طبقات منخفضه بيطلع طبقات عاليه، بيتفاعل مع الكلمات اللي انت بتقولها او النص اللي انت بتقوله. فاول يوم هتعمل اوديتوري ريفيو، يعني انك تقيم نفسك من ناحيه الصوت. ثاني يوم هتسجل لنفسك 5 دقايق وتسيب الصوت خالص، تعمل ميوت وتشوف الفيجوال ريفيو، او انك تشوف نفسك فيجوالي معناها انك تشوف حركات الجسد. هل حركات الجسد متناغمه مع الصوت؟ هل حركات الجسد زايده؟ هل حركات الجسد فيها تايتنس متحفظه؟ هل حركات الجسد سريعه وعشوائيه؟ هل حركات الجسد مدروسه ومتناغمه مع اللي انت بتقوله؟ شوف حركات الجسد. ثالث يوم وانت بتسجل لنفسك ال3 دقايق هتسيبك من الاوديتوري وهتسيبك كمان من الفيجوال. هتركز جامد قوي على الفوكابلري. هل انت بتستخدم كلمات قويه تناسب الجمهور بتاعك؟ هل بتعمل حاجه بنسميها strategic communication؟ هل بتقول الرساله بتاعتك لجمهور معين بطريقه معينه في الوقت المناسب؟ كل ده تخلي بالك منه. كورس البابليك سبيكينج مش بس بنعلمك ازاي تتكلم، بنعلمك ازاي يكون عندك كمان strategic communication، ازاي توصل الرساله بتاعتك بذكاء، ازاي رسالتك توصل بمنتهى الصدق للجمهور بتاعك وفي التوقيت المناسب وبالشكل المناسب.